بص كده على الخريطة دي بانجيا، القارة العملاقة اللي كانت بتضم كل القارات لازقين في بعض من 300 مليون سنة. هتلاقي على الخريطة مكان كله مستنقعات ودافي. المكان ده حاليا هو بريطانيا، وفي المكان ده في الوقت ده من تاريخ الأرض كان في حاجة بتحصل هتغير كل حاجة. ايه هي؟ تعالوا نشوف. في الوقت ده الظروف المناخية لبريطانيا خلت النباتات اللي كان طولها ما بيعديش 30 سنتي توصل ل 30 متر، والتغيير السريع ده دخل الأرض في مشاكل كبيرة وتسببت في انقراض جماعي لأنواع كتير. النباتات ابتدت تصنع مادة جديدة اسمها الليجنين وتبقى أشجار وتطول أكتر عشان توصل لضوء الشمس، والأشجار اللي مش هتطول مش هتوصل للضوء وتموت. فالأشجار فضلت تطول أكتر وأكتر، وده خلاها تكون أنسجة أقوى وجذور بتوصل لأعماق أكبر. النهاردة عايش معانا كائنات مهمة يمكن أنت ما تعرفهاش، زي بكتيريا الخشب والنمل الأبيض. دول وظيفتهم لما أي شجرة تموت بيحللوها. للأسف الشديد الكائنات دي ما كانتش موجودة من 300 مليون سنة وقت ظهور الأشجار. يعني الأشجار اللي كانت بتاخد ثاني أكسيد الكربون من الجو لما كانت بتموت ما كانش في حاجة تحللها وترجع ثاني أكسيد الكربون تاني للجو، فنسبته قلت. أيوة أنت بتفكر صح، ده عكس اللي بيحصل دلوقتي. بس طبعا نقص ثاني أكسيد الكربون ما يقلش خطورة عن زيادته. الخلل في نسبة ثاني أكسيد الكربون بسبب الأشجار الكتير اللي بتاخد ثاني أكسيد الكربون من الجو وما بترجعوش أدى لانقراض جماعي في نهاية العصر الديفوني. بس ما نقدرش نلوم الأشجار على الانقراضات دي. في النهاية الشجرة ما كانتش تعرف هي بتعمل ايه، وأكيد ما كانتش تقصد. الشجر الكتير اللي كان بيموت من غير ما يتحلل ده بقى كان بيتدفن تحت الأرض، شجرة فوق شجرة وغابة فوق غابة، ومع مرور ملايين السنين عليه مع الضغط والحرارة العالية تحت استوى وبقى فحم. عشان بعد 300 مليون سنة سكان نفس المكان اللي الأشجار ظهرت فيه يحفروا ويطلعوه ويعملوا بيه ثورة صناعية. أول مصنع شغال بالفحم اتبنى سنة 1882 في لندن، ولحد من 40 سنة بس كان الفحم بينتج 76% من الطاقة في بريطانيا. والشهر اللي فات نسبة الطاقة المتولدة من الفحم في بريطانيا وصلت لصفر، يعني وقفوا استخدام الفحم تماما كمصدر للطاقة وبدلوه بالغاز الطبيعي وطاقة الرياح. بس الكلام الجميل ده ما حصلش غير بعد ما نسبة ثاني أكسيد الكربون وصلت لمعدلات قياسية، والمناخ اتغير وبقى أعلى حرارة، وابتدينا نشوف جفاف في أماكن وفيضانات في أماكن تانية وحرائق غابات، والموضوع بقى فيه إشارات خطر كتير. الأشجار اللي كانت بتتسابق على الضوء من 300 مليون سنة سببت انقراض جماعي للأنواع اللي كانت عايشة معاها، بس ما كانتش تقصد. هي نفس الأشجار اللي بقت فحم، وإحنا طلعناه وحرقناه وغيرنا المناخ ورايحين لنفس السكة. الفرق الوحيد إن الأشجار ما كانتش تعرف هي بتعمل إيه وقتها، بس النهاردة إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه، ولازم نراجع نفسنا قبل ما نوصل لنفس النتيجة. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط، وما تنساش دول.